السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انت شفت كده في العنوان، دي حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتقدم للجامعه. المفروض دلوقتي ان التنسيق نتيجته ظهرت وانت دلوقتي جالك الكليه اللي انت حاططها في الرغبات، سواء كانت الترتيب الاول او بعد كام واحد كده من الترتيبات. يعني اتمنى ما يكونش الاخير خالص، او عامه تكون الحاجه اللي انت حاببها وراضي عنها. اول حاجه الف مبروك ليكم جميعا، كل الناس اللي جات لها الكليات اللي بيتمنوها، فالف الف مبروك، وان شاء الله برضو تعملوا نجاحات كده في الكليه. بعد ما جات لك الكليه بقى هتعمل ايه بعد كده؟ بعد ما نتيجه التنسيق طلعت وجات لك الكليه في ورقه الترشيح اللي المفروض بقى الكليه دي انت مبسوط بيها وخلاص وراضي ودي الكليه اللي انت هتدخلها، فكل اللي عليك انك هتبدا بقى تجهز الورق اللي انت المفروض هتقدمه للجامعه لما تعرف ميعاد التقديم للكليات او الجامعات. وساعتها هتاخد الورق بتاعك وتروح الجامعه بتاعتك وتقدم فيها الورق، وبعد كده انت خلاص هتبقى مسجل في الجامعه دي او في الكليه اللي انت قدمت فيها. طيب يا محمد، ايه الورق ده بقى؟ اكتب بقى معايا علشان ما تنساش، علشان لو انت رحت او انت هتسافر من مكان لمكان عشان تقدم على الكليه بتاعتك، لو نسيت ورقه واحده بس ممكن يرجعوك عشانها عشان تجيب الورق دي وترجع تاني، او حتى صوره الكلام ده كله. فركز معايا، او ممكن اكتبهم لك على الشاشه هنا وخد سكرين شوت. اول حاجه هتاخدها وهي بطاقه الترشيح مطبوعه. اول لما يجي لك الكليه كده هيبقى في حاجه اسمها بطاقه ترشيح، او الورقه اللي بتظهر لك دي مكتوب فيها مثلا انت في كليه كذا، فدي اسمها ورقه ترشيح. فممكن تاخد الصفحه دي سكرين شوت وتروح تطبعها عند اي مكتبه وهتاخدها معاك وانت بتقدم. بعد ما تاخد ورقه الترشيح دي هتطبعها 5 مرات كمان، هتاخد 5 صور لورقه الترشيح دي اللي انت هتوديها للكليه، وكمان هتاخد صوره للبطاقه بتاعتك والبطاقه بتاعت ولي الامر، يعني بتاعت باباك او مامتك. فهتاخد البطاقتين وتروح تصورهم وتاخد معاك كذا صوره علشان برضه تبقى في الامان. وكمان هتاخد معاك 2 شهاده ميلاد مميكنه، اللي هي شهاده ميلاد الجديده اللي المفروض هتروح تطلعها جديده يعني، او لو انت مطلعها فتاخد معاك 2. وكمان اصل شهاده الثانويه العامه اللي انت بتروح تاخدها من المدرسه، ومعاها 5 صور للشهاده دي. يعني انت بتاخد الشهاده وهتاخد عليها 5 صور كمان، تصورها كذا مره يعني. بعد كده رقم الجلوس بتاعك في ثانويه عامه، هتاخد رقم الجلوس وتروح تصوره اكتر من صوره برضه علشان تديهم نسخه منه وانت بتقدم في الكليه. وانا فاكر ان دي حاجه عطلتني، ان انا قطعت رقم الجلوس بتاعي وقت النتيجه عشان كنت متضايق، فدورت كده ولفيت لقيتني كنت مصوره قبل كده، فاخدته من على الموبايل وظبطته شويه كده بكام سكانر ورحت طبعته واديت لهم رقم الجلوس ده. اما بقى الولاد وهم رايحين يقدموا على الكليه، فقبليها بيروحوا الاسم اقرب اسم ليهم يعني علشان يطلعوا حاجه اسمها استماره 2 جند، ودي بتقول ان انت يعني لسه بتدرس ومش هتخش الجيش، واستماره 6 جند لو انت 2001. وكمان تاخد معاك 10 صور شخصيه 4 في 6. وبعض الجامعات بيبقى فيها كشف طبي، فانت محتاج ان انت تعمل برضو كشف طبي قبل ما تروح تقدم في الكليه، او هم هيقولوا لك تعمل كشف طبي منين، ساعتها هتروح تعمل الكشف الطبي ترجع لهم بالورقه بتاعه الكشف الطبي. ولو في حاجه تانية في الكليه هم هيطلبوها منك لو هتجيبها من هناك يعني، فده كل حاجه. وكمان عشان تكون في السليم وفي الامان اعمل زي ما بقول لك كده، واي حاجه هتاخدها معاك اطبع منها بزياده شويه. يعني مثلا لو انت عايز 5 صور اطبع اكتر من 5 صور عشان ممكن تحتاج اكتر من كده، او ورقه تضيع، ورقه مش عارف ايه، او حاجه انت هتبقى عايزها معاك يعني، فتطبع اكتر من العدد المطلوب وانت رايح عشان تبقى في الامان. وبرده الصور خد معاك 10 صور 11 صور 12 صور، يعني على حسب ما تطلع معاك، بس خد بزياده عشان ما ترجعش المسافه بتاعتك دي كلها وترجع لهم تاني بعد كده، لان التقديم ده مش يوم واحد، التقديم ده بيبقى على مسافه ايام، فعادي يعني ممكن حتى لو نسيت حاجه هتروح الكليه بس هتاخد بقى السكه رايح جاي مره او مرتين عشان لو انت نسيت حاجه بس. طيب لو انت جات لك كليه بس الكليه جت بعيده شويه وانت عايز تعمل تقليل اغتراب، اللي انت هتعمله بقى ان انت مش هتروح تقدم الورق بتاعك للجامعه، انت هتستنى شويه لحد ما المرحله الثانيه تفتح، وبعد كمان ما تنتهي تقليل الاغتراب يتفتح بعد المرحله الثانيه، لان تقليل الاغتراب بيتفتح للمرحله الاولى والثانيه مع بعض، والمرحله الاولى والثانيه بيقدموا في تقليل الاغتراب مع بعض هما الاثنين. فهتستنى لحد ما المرحله الثانيه تخلص وتقليل الاغتراب يفتح وتعمل تقليل اغتراب، وساعتها ممكن ربنا يكرمك وترجع للمحافظه بتاعتك اللي هي الكليه القريبه منك يعني، وساعتها هتروح تقدم بقى على طول ورقك في الكليه القريبه اللي انت اتقبلت منها. وساعتها هتكون ورقه الترشيح اتغيرت، بدل ما كانت الكليه البعيده عنك هتكون الكليه القريبه منك، فهتاخد سكرين شوت وتروح تطبعها برده، او هتعمل طباعه في فوق الصفحه كده تقريبا طباعه، فهتطبع الورقه دي وتروح تقدمها في الكليه القريبه منك. ولو عايز تعرف ازاي تعمل تقليل اغتراب، فهسيب لك فيديو هنا كده هيطلع بشريط ابيض كده من هنا، والفيديو ده تضغط عليه هيظهر لك او هيفتح على طول، او حتى هسيب لك الثامبنيل بتاعته هنا اهو، هتلاقيه على الشانل، تخش جوه هتلاقيه. والفيديو ده مهم جدا عشان تعرف ازاي تعمل تقليل اغتراب وتعمل تقليل اغتراب صح. وكمان لو انت حاسس ان تقليل اغتراب بعيد عليك شويه او ممكن ما يجيش، ففي فيديو تاني عملته برضه هسيب لك الثامبنيل بتاعته هنا، وده عباره عن ان انت لو ما عرفتش تعمل تقليل اغتراب او تقليل الاغتراب بتاعك اترفض لا قدر الله، تقدر تعمل حل اكيد جدا ومضمون في انك تحول من الكليه البعيده للكليه القريبه اللي انت عايزها. فهسيب لك برضه الفيديو في الحته دي كده، هو هيبقوا فيديوهين الاول والثاني، شوفهم علشان تعرف كل حاجه عن تقليل الاغتراب وهيفهموك كل حاجه ما تقلقش. طيب لو انت جات لك كليه وما كانتش الرغبه اللي انت حاططها قوي يعني، او مش عاجبك الرغبه دي فعايز تحول لكليه ثانيه، ساعتها هتعمل ايه؟ دلوقتي عشان تحول من كليه لكليه ثانيه في شويه شروط. في
الاول خلينا متفقين ان انت لما بتسجل رغبات التنسيق بياخد الرغبه على اساس ان انت جايب درجتها ولا لا. يعني لو الرغبه الاولى تتطابق مع درجتك او انت درجتك اعلى منها فخلاص هو هياخد اول رغبه وهيقبلها وهيديك الكليه اللي انت كاتبها اول رغبه طالما المجموع بتاعك متوافق معاها. طيب مش متوافق معاها بينزل لاقرب رغبه المجموع بتاعك معاها، او يعني اقرب رغبه المجموع بتاعك قريب منها او جايب المجموع بتاعها بالظبط. معنى كده ان الرغبه دي اي رغبات فوقيها هي مرفوضه، مش هتعرف تحول ليها لان مجموعك مش جايبها. تمام؟ في الحاله دي انا بتكلم ان انت تحول من كليه لكليه ثانيه خالص، مش من كليه بعيده لكليه قريبه. وكمان حاجه لازم علشان تحول من كليه لكليه ثانيه تكون كاتب الكليه اللي انت عايز تحول لها في الرغبات قبل كده وانت بتسجل رغباتك، المفروض كنت تكون كاتبها. يعني مثلا لو انت مش كاتب تربيه فساعتها ما تقدرش تحول من الكليه اللي انت فيها لكليه تربيه طالما مش مكتوبه في الرغبات. اي كليه لازم تحول لها لازم تكون كانت مكتوبه في الرغبات قبل كده. ال 75 رغبه اللي انت مليتهم لازم تكون الكليه اللي انت عايز تحول لها كانت موجوده فيهم. طيب لو دلوقتي افترضنا ان التنسيق جاب لك ان انت دخلت كليه تربيه وانت دلوقتي عاوز تحول لكليه تجاره، بس كليه تجاره اللي انت عايز تحول لها مش في نطاقك الجغرافي، يعني كليه بعيده شويه وهي اللي انت جايب مجموعه فعايز تحول لها، ففي الحاله دي مش هينفع، مش هيبقى مقبول التحويل من الكليه دي للكليه دي علشان هي مش في النطاق بتاعك، النطاق الجغرافي اللي حواليك يعني، او المنطقه القريبه اللي منك، المحافظات القريبه منك او المحافظه اللي انت فيها، فبالتالي مش هينفع برضه تحول. فعشان تحول لازم تكون الكليه اللي انت بتحول منها لكليه ثانيه تكون كاتبها في التنسيق، وكمان تكون المجموع بتاعها انت جايبه وتكون كاتبها في الرغبات بتاعتك. تقليل الرغبات وعرفناه ان هو بيبقى بعد المرحله الثانيه. طب عشان احول من كليه لكليه ثانيه، من كليه لكليه ثانيه خالص، اعمل ايه؟ برضو التحويل بتاعها بيكون مع تقليل الاغتراب، لان هو اصلا بيخيرك. لو انت شفت الفيديو بتاع تقليل الاغتراب هتعرف ازاي برضو تحول من كليه لكليه ثانيه خالص، علشان هو بيخيرك هتحول من كليه لنفس الكليه بس اقرب ليك، ولا هتحول من الكليه لكليه ثانيه خالص. هو تقريبا مسميها كليه لكليه مناظره او كليه لكليه غير مناظره، يعني من كليه لكليه مناظره اللي هو بتحول من اداب القاهره لاداب اسكندريه مثلا او ايا كان، والعكس بقى ان انت بتحاول من اداب مثلا لتربيه او اداب لعلوم ايا كان. فاهم؟ لا دي تختلف عن دي. وبس كده، هو فيديو صغير كده كان فيه حاجات مهمه لازم تعرفها قبل ما تروح تقدم في الجامعه. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير وتودي الفيديو لاي حد ممكن يستفيد من الفيديو، واشوفك في فيديو قريب ان شاء الله، وسلام.